ماذا جرى؟ طالعوا الفيديوهات، شوفوا الرئيس السابق شو كان. نحن بنعرف الرئيس السابق تصدير الجولاني على أنه الزعيم والمخلص ظهرت قصة أسامة عثمان وجرى استهدافه والهجوم عليه، وهذه القصة الأخلاقية الحقوقية السياسية الوطنية أوجعت نظام الجولاني وأفسدت على الإعلام العربي مسألة نمذجة وتصدير الجولاني على أنه الزعيم والمخلص والريس والبتاع. ظهور أسامة عثمان بتلك الهيئة، بهدوئه، بخيبته، بملامحه، بثقته بنفسه، بكلامه الوطني المتوازن، ما حدا رد عليه بالمنطق والحجة، الكل استهدفوه. يعني كانت مفاجأة المفاجآت وصدمة الصدمات التي زلزلت الأرض من تحت أقدام من يحاولون نمذجة الجولاني. ماذا جرى؟ طالعوا الفيديوهات، شوفوا الرئيس السابق شو كان. نحن بنعرف الرئيس السابق واحد عم يضرب براميل، بيضرب كيماوي، يعني طبيعي راح يحتقر شعبه وجنوده. المسائل يحتقر الغوطة ويلعن الغوطة ويلعن لعن سوريا كلياتها، ما بده يلعن الغوطة. ليش؟ يعني هذه الفيديوهات في رأيي أنه ظهرت في هذه الفترة للتغطية على التأثير الإيجابي الناقد والناقم والساخر والساخط الذي خلقه أسامة عثمان ضد نظام الجولاني وضد الآلة الإعلامية اللي بيشتغلوا فيها. صاروا مثل الزومبي، مثل قطعان الزومبي اللي ما عندهم لا عقل لا أخلاق لا كذا، ودمويين يتجاوزوا التوحش. حتى الوحوش مش هيك. هلا القطعان الزومبي موتى يعودون إلى الحياة ومتوحشين وبيعيشوا على الدم. نفس القصة، أي شخص ينتقد الجولاني بيهجموا عليه، بيهتكوا عرضه، ويعني يعني ما ضل حدا، ما ضل حدا من أولاد الأحبة وما تطاول على أسامة عثمان. ما ضل حدا يعني من الجولانيين وبني أمية والطائفيين والفاشيين، ما ضل حدا وما هجم على هذا الرجل واستهدفه وطعن فيه وشكك فيه. يعني الخدمة الوطنية الحقوقية الإنسانية القانونية الجليلة التي قام بها هذا الرجل ذهبت أدراج الرياح لمجرد أنه انتقد رأسهم ونظامهم وأحمدهم وتاجهم وجزمتهم، جزمة الشعب، يعني شعب بني أمية. هاجموا. هذه الفيديوهات ظهرت لكي تغطي على هذه المسألة، وغطت إلى فترة ما، ولكي تقول للسوريين شوفوا الجولاني الجميل الكيوت المحترم، وشوفوا شوفوا بشار الأسد السافل التافه اللزج الوقح الذي يتطاول على الغوطة ويتطاول على جنوده ويتطاول كذا، يعني على أساس أنه لكي ينمذجوا ويلمعوا في الجولاني ويصدروا، يزيدون تنكيلا وتشنيعا يعني في بشار الأسد. هذا سلوك غير مهني وغير وسلوك مشبوه، وبالنسبة لي مفضوح. يعني بإمكانهم. طيب ماذا عن
الإعلام العربي لماذا لا يثير ملف زوجات الجولاني، زوجاته الأخرى؟ Dit is Anna. فالعربية فلتفرض يعني مساحة استقصائية وثائقية سرية للخوض في هذا الموضوع. لماذا العربية أو الجزيرة أو أي مؤسسة إعلامية عربية أخرى لا تذهب ولا تبحث في ملفات وأرشيف الجولاني عندما كان معتقلا لدى الأمريكيين؟ مش بس هيك، يعني هذه المؤسسات الإعلامية بإمكانها إن أرادت أن تستفيد من كنز الأرشيف الموجود في نظام الجولاني ورصد تلك الحقبة، حقبة ذهاب الجولاني المرة الأولى والمرة الثانية واعتقال الجولاني والتحقيقات التي جرت مع الجولاني كلها موجودة. ماذا قال الجولاني أثناء التحقيق في المرة الأولى وفي المرة الثانية؟ فليكشفوا للرأي العام شو قال الجولاني وقتها. شاطرين بس إنه والله بشار الأسد يطالعوا فيديوهات عن بشار الأسد، طالعوا يعني بس. طيب ماذا لو ظهرت فيديوهات الآن، فيديوهات عن الجولاني وجرى تزويد العربية والجزيرة بهذه الفيديوهات، فيديوهات جنسية، فيديوهات تتعلق بالقتل، تتعلق بالتصفية، تتعلق بأشياء أخرى كثيرة، هل ستنشرها قناة العربية وقناة الجزيرة وقناة العربي؟ هذا الإعلام اللي بيقول الرأي والرأي الآخر، وأحيانا قبل الحدث ومع الحدث وأحيانا قبل الحدث، والشعارات اللي بيطرحوها، هل سينشرون فيديوهات تتعلق ينسفوا كل الشغل اللي عم يشتغلوه في تنصيع وتلميع، ومثل دونالد ترامب بيعطيه بخات من العطر؟ الآن نفس سلوك الإعلام العربي اللي بيساويه نفس سلوك ترامب، بيعطوه بخات عطر يعني. لكن لا يوجد هنالك ضمانات أنه هذا الإعلام سيبقى على هذا النفس التعطيري التلميعي التنصيعي لشخصية الجولاني. لا يوجد ضمانات، لأنه هذا الإعلام فعلها مع بشار الأسد، لمعه وعطره ونصعه وصدره للعالم العربي وللسوريين، فعلها مع رجب طيب أردوغان أيضا. نتذكر نحن أيام ما كان الإعلام العربي كله، مش بس الجزيرة، الكل كان يقدم رجب طيب أردوغان بوصفه زعيما عربيا مش إسلاميا، زعيما عربيا، وتركيا الدولة ال 22 أو 23 العربي. كلنا بنتذكر، يعني نحن أبناء جيل عايش كل هذه الصفاقات والصفقات في الإعلام العربي. إذن كل هذه التفاصيل هي اللي نمذجت الجولاني، صناعة الزعيم. بدك تعلي من مقام الجولاني، نكل في بشار الأسد أكثر في أمور لا تستوجب، خلاص الموضوع انتهى. يعني بقي فقط أنه يطالعوا وثائق أو فيديوهات جنسية لبشار الأسد، هذا وارد، ممكن يطالعوا هذا الشيء، أو مثلا وثائق تتعلق بعلاقة بشار الأسد يعني بالقاعدة. لك شو لنفترض هذا الأمر، يعني إما الجولاني جاي من حضن القاعدة، ربيب القاعدة، تلاميذ القاعدة، راح من عند بشار الأسد لعند القاعدة، ومن القاعدة أتى وحكم سوريا. هذه خلاصة سيرة الجولاني من أقبية المخابرات السورية وتحقيقات المخابرات السورية، مثل متايل، يعني مش لأنه العين كان عليه من ذلك الحين، لا، أبو القعقاع وأبو المعماع أبو البعباع كلهم هذلون اللي بعتهم بشار الأسد، وكانوا بالآلاف، يعني
الدور الذي لعبته تركيا في فترة داعش وتزويد داعش بالمقاتلين الأجانب، وتركيا كانت ممر لتزويد داعش بالأجانب والفصائل الإرهابية التكفيرية في سوريا من 2011 فما فوق، فعلها بشار الأسد من 2003 ولغاية 2008-2009. يعني 5-6 سنين بشار الأسد كان يعني المؤونة الإرهابية من الأشخاص والمفخخات والذخائر اللي كانت تطلع من سوريا وبتروح تستهدف الأمريكيين والعراقيين، من ضمنهم هذا التفصيل الهامشي اللي اسمه أبو محمد الجولاني، وبعدين إجا وصار رئيس سوري مؤقت، والآن بمعية الإعلام العربي والإعلام الخليجي خلاص يفرض على السوريين زعيما كما فرض حافظ الأسد وبشار الأسد على السوريين زعيما. حافظ الأسد من 70 لل2000 30 سنة، بشار الأسد من 2000 لل2000 نهاية 2024 سنة خلاص يعني. والجولاني نفس القصة سيفرض علينا يعني. الآن هذا هو، أنا أقرأ هذا المشهد التافه من على هالمستوى يعني الموضوع مش فضح بشار الأسد. بشار الأسد مفضوح. يعني شو بتكون أكثر من واحد حجر 8 مليون من شعبه، دمر بلده، ناطرين فيديوهات مع لون الشبل؟ لا، الموضوع مش هيك. الموضوع هو إنه شوفوا يا سوريين، مستوى السخط والنقمة ارتفعت لدى السوريين من نظام الجولاني بعد مرور سنة، فطالعوا هذه الفيديوهات إنه بدكم ترجعوا عند بشار الأسد، على نظام بشار الأسد ولون الشبل، بدكم ترجعوا لهيك نظام. هذا الرجل كان يحكمكم، بشار الأسد كان يحكمكم بهذا المستوى من الصفاقة والوقاحة والندالة والسفالة. بدكم ترجعوا أم ستستحملون أبو محمد الجولاني الجميل وأحمدكم ونرح نظبط لكم إياه ونخليه أحسن زعيم؟ سنصنع لكم زعيما على كيفكم. يعني سلوك الإعلام العربي وهذه التسريبات التي لا ينطبق عليها وصف التسريبات، أقرأه على هذا النحو، على أنه تفصيل من تفاصيل صناعة الزعيم في سوريا وفرض هذا الزعيم المصنوع خارجيا على السوريين ونمزجته وأسطرته ونسب المعاجز والخوارق له على أنه المخلص وأبو محمد الفاتح والمحرر، وكله كذب بكذب بكذب بكذب، كله كذب. وبيسألوا الصحفي القناة رودا شو بالنسبة للأكراد؟ بعيوننا. والأكراد فرحوا بهالوصف، لك شو بعيونه؟ شو بعيونه؟ والله لو في يشرب من دم الكردي. لك هاد صدامي هذا راح يدافع عن نظام صدام حسين، يقاتل الأمريكي دفاع عن نظام صدام حسين، بده يحط الأكراد بعيونه، يحط الأكراد بعيونه كقتلة وضحايا. ما أنه شايف الميليشيات الزومبي تبعيته كيف يستهدف الأكراد، كيف يستهدف الكرد والقضية الكردية؟ نعم، هو يضع الكرد نصب عينيه كأهداف مش كشركاء وأخوة وأنه بده يحبهم. يعني أبو محمد الجولاني بده يحط الأكراد بعيونه، والأكراد لازم يصدقوا، والسريان لازم يصدقوا، والمسيحيين لازم يصدقوا. أكاذيب وأباطيل يعني كلام أبو محمد الجولاني. أنا شخصيا ما بصدق، لن أصدق طالما
يعني هو غير قادر على محاكمة أبو عمشة وأبو الميش، هؤلاء اللي فظعوا في عفرين وفي الساحل السوري، بده يحط الأكراد بعيونه. خلونا نشوف كيف تتم عملية نمذجة وأسطرة وصناعة الجولاني عربيا وأمريكيا وإسرائيليا وتركيا. لو تشارك الكون كله في صناعة الجولاني لن أكون شريكا في صناعة هذا الطاغوت. والآن طاغوت يتمسكن حتى يتمكن. بشار الأسد أيضا كان هكذا، حافظ الأسد أيضا كان هكذا، شو اسمه أسامة بن لادن لما يعني المذيع بيحاوروا بيحسوا وكأنه أحد المبشرين بالجنة، التقى والورع بيشرشروا من صوته، والزهد والاعتكاف يعني لا أحد يتوقع منه أنه يكون زعيم عصابة إرهابية، مجموعة من القتلة المأجورين التي يعني تتاجر بالدين وتسفك دماء الأبرياء بحجة إعلاء كلمة الله.